الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. درسنا اليوم هو تمهيد ومراجعة أيضا في نفس الوقت على درس الغلاف الجوي، ونبدأ بتعريف هذا العنوان. طبعا درسنا اليوم من دروس الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني. الغلاف الجوي هو غلاف غازي يحيط بالكرة الأرضية، ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، غير مرئي. من أهم مكوناته طبعا هو فيه العديد من الغازات مثل النيون والهيليوم والأوزون والكريبتون وأكسيد النيتروز، وفي غازات نادرة جدا الميثان والزينون، وكل هذه الغازات لا تتعدى نسبة 1% فقط من الغلاف الجوي. طيب، من هم المكون أو ما هما المكونان الرئيسيان لهذا الغلاف الجوي؟ عندنا نوعين من الغازات، غاز النيتروجين والأكسجين. غاز النيتروجين يشكل 78% من الغلاف الجوي، والأكسجين 21% من الغلاف الجوي. من فوائد الغلاف الجوي أو ممكن نذكرها بطريقة أخرى، علل أهمية الغلاف الجوي. تنظيم، يسمح، يحمي، يساعد على، كما عودتكم دائما على الكلمات المفتاحية في المذاكرة والحفظ لكي يسهل علينا حفظ النقاط المتعددة وأيضا فهمها. تنظيم وصول الضوء إلى الأرض وانتشاره. يسمح بمرور الأشعة المفيدة مثل الأشعة تحت الحمراء ويوزعها على الأرض فيوزع الحرارة بشكل عادل على الأرض. يحمي الأرض من فقدان الحرارة الطبيعية، وهذا طبعا يساعد على استمرار الحياة في الأرض بحيث الحرارة لا ترتفع ولا تنخفض. يساعد على حدوث دورة المياه. طبعا دورة المياه هي اللي بتساعد على نزول الأمطار على الأرض وأيضا استمرار الحياة عليها، فالأبخرة تتصاعد ثم تنزل على شكل أمطار بسبب الغلاف الجوي. وهذه العملية بتحصل في طبقة التروبوسفير، هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي. ننتقل إلى طبقات الغلاف الجوي الخمسة. الطبقة الأولى هي الطبقة السفلى اللي احنا الحين بنمشي في خلالها، يعني اسمها التروبوسفير. تبدأ من مستوى سطح البحر وتتحرك فيها السيارات والقطارات والبشر ونمارس فيها حياتنا الطبيعية. أول طبقة تروبوسفير من وظائفها تجميع الأبخرة وتحويلها إلى أمطار. الهواء بها يعد هو الوسيط المادي الذي يساعد على انتقال الصوت. يعني لو التروبوسفير هذا ما هو موجود كان صوتنا الآن لا يسمع. ليه؟ ما في شيء ينقله. فالهواء الذي يحيط بالإنسان نسميه الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي، التروبوسفير. تنقل الصوت من فمي لفم طلابي لفم أبنائي لفم الناس في الشارع وهكذا. الستراتوسفير وهي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي، وبنسميها الغلاف الجوي العلوي. وفيها طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة الضارة الصادرة عن الشمس. طبقة الأوزون طبعا حصل فيها ثقب معروف باسم ثقب الأوزون بسبب التلوث البيئي والأبخرة المتصاعدة والحرائق الغابات وما إلى ذلك. مرة ثانية، الستراتوسفير وفيها طبقة الأوزون، وهي طبقة أصبحت رقيقة بفعل التلوث. وأيضا الستراتوسفير نقدر نقول عنها هي طبقة مستقرة، ولذلك تطير فيها الطائرات. مرة ثانية نكمل الجملة على السبورة. الستراتوسفير وفيها طبقة الأوزون وهي طبقة مستقرة، ولذلك تطير فيها الطائرات لأن ما فيها تقلبات جوية. الطبقة الثالثة أو بنسميها الطبقة المتوسطة اسمها الميزوسفير، وهي أبرد طبقات الغلاف الجوي، تنخفض فيها الحرارة تقريبا 100 درجة مئوية.
تحترق فيها النيازك، وهذا من مميزات هذه الطبقة. ننتقل إلى الطبقة قبل الأخيرة، وهي الثيرموسفير، والتي ينتج عنها ظاهرة تعرف باسم الشفق القطبي، وهي مكان المكوك الفضائي. أخيرا الطبقة الخامسة الإكسوسفير، وهي الطبقة الأخيرة من طبقات الغلاف الجوي، طبقة نحيلة أي أنها ليست سميكة، ودورها أنها تحمي بإذن الله باقي الطبقات الأربعة اللي تحتها من الأشعاعات الضارة بإذن الله تعالى. وبكده نكون مهدنا لدرسنا اليوم عن طريق مراجعة الدرس السابق بجميع نقاطه في تقريبا 5 دقائق. يعطيكم ألف عافية، والآن ننتقل لدرسنا التالي.